بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاملين يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما يا رب. يلا كلنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ده فيديو كانت عربية جات لي بتنقط زيت، وزي ما انتوا شفتوا كده في أول الفيديو المكان كله غرقان زيت. فأنا بصراحة يعني المكان كله غرقان زيت، انت ما انتش عارف تحدد ايه اللي بيجيب زيت. عندك هنا جوان، وعندك وش تقسيمة، وعندك حاجات كتير، وعندك غطا زيت الفبر اللي فوق ده برضه ممكن يجيب زيت. واول حاجه هنا الكابل بتاع الماس مش مربوط مكانه. كابل الماس ده بيبقى مربوط في المسمار بتاع وش التقسيمه اللي فوق. حتى انت لو خدت بالك الكابل الماس مربوط في قدام المسامير العشرة، وده مش الطبيعي بتاعه، ده مش الاستاندر بتاعه. بيبقى مربوط بقى في ظهر المسامير العشرة دي، في واحد منهم فوق، في اللي هو فوق. المهم يعني دي حاجة برضو لازم تبقوا عارفينها، يعني عشان خاطر زي دوت ما يبقاش مربوط كده اي حاجة في اي حاجة. احنا مش بنعيب على حد والله. المهم طبعا الزيت، لقيت جوان غطا التكيات ما بيجيبش زيت. طب ايه اللي بيجيب زيت؟ فالمهم قعدت امسح، وفي الاخر الاقي لك مسمار 10. مسمار 10 اللي هو زي ما انتم شايفينه ده، اللي هو فيه رقم واحد فوق، اللي تحتيه بقى دوت. المفروض ان انا قلت احرق عليه هيجيب معايا رباط. فالمهم جيت احرق عليه لقيته مفوت مكانه اساسا. فاهمني؟ الراجل كل يوم بيقول لك بيلاقي بقعة زيت تحت المكنه، تحت العربيه في الجراج. تخيل بقى ان الزيت بيجي منين. وهو المهم ان انت ممكن يكون عندك كذا حاجه بتجيب زيت، مش حاجه واحده. بس المهم ان انت حتى تبدا ان انت تحدد حاجه، وبعدها حتى الحاجه التانيه. يعني عندك لقيت المسمار العشرة ده اهو بيجيب زيت من تحت من تحت المسمار ذات نفسه. المسمار العشرة اللي هو التحتاني. الحمد لله حليت المسمار وجبت ده المسمار القديم طلع بالألمونيا. المهم جبت مسمار تاني واديته حته سيليكون صغيره كده، وقمت جايب له صاموله من ورا عشان جبت مسمار اطول شويه عشان اربطه بصاموله، لان مكان الالمونيا فوت. وقمت جاي بقى رابط كابل الماس فيه، اللي هو يا اما بيتربط فيه يا اما بيتربط في المسمار اللي فوقيه ده من ايه، من ظهره. وده الصح، مش المسمار اللي 12 اللي تحتيهم هو اللي بيتربط فيه، لا، كابل الماس بيتربط في المسمارين العشرة اللي فوق، يا اما اللي فوق يا اما اللي تحتيه ومن ظهره. يا رب تكونوا استفدتوا حاجة، والتقدير بالله عليكم يا اخواتي. وملحوظة، انا عملت يعني مثلا دويت مكان، ممكن بعد كام يوم تلاقي في مكان تاني بيجيب زيت، لانها كلها مرشحه زيت. بس المهم ان انت تداوي كله، سواء عيب واحد ولا عيبين ولا ثلاثه ايا كان. ويا رب تكونوا استفدتم من الفيديو يا اخواتي. زي ما انتم شايفين المسمار العشرة اللي هو المفروض اللي هو راكب، ده عمال يفوت مكانه. اللي فوق رابط اهو. زي ما انتوا شفتوا بقى كده، الحمد لله جبت مسمار اطول وصامولة، وربطت كابل الماس ورا. معلش ممكن يكون الفيديو عكس الصورة دي. اعدل بس التليفون كده هتلاقي الصورة بانت، اقلب التليفون هتلاقي الصورة وضحت معاه. معلش بقى، هو الحتة دي جت كده. ويا رب تكونوا استفدتوا، وبالله عليكم التقدير يا اخواتي. والحمد لله كده انا كنت مدورها وعمال ادوس لها، والحمد لله مفيش حاجة. كل ده العربية دايرة وبزود لها عشان خاطر اشوف المسمار هيجيب من تحتيه تاني ولا لا، لان انا جبت مسمار تاني اساسا بس ربطته بقى. كل سنة وانتم طيبين.